يا ترى مين اكتر واحد صاحبك وبتقول ان انت بتحبه، او بتقولي ان انتي صاحبتك قوي، بس لو حد فيهم ضايقك هتعمل ايه؟ يا ترى هتقدر لسه تحب وتسامح وتكمل زي الاول بالظبط؟ متهيألي صعب، مش كده؟ النهارده هكلمكم على حب تاني خالص، مختلف عن كل المحبة اللي احنا بنعرفها. حب ربنا. حب ربنا جامد قوي وموجود على طول مهما حصل، زي الدش اللي دايما بينزل مية مفتوح على طول، مش زي الكوباية اللي فيها شوية مية ويخلصوا، ولا زي القطارة اللي بتنزل نقطة نقطة بشويش. محبة ربنا زي الدش، وانا اقدر اختار اذا كنت اقف تحت الدش ده او اقف بعيد عنه. انا اللي بختار اذا كنت بصدق محبة ربنا ولا لا. دش يا لولو. دش. ده انا كده هعوم في محبة ربنا. طبعا هتعوم في محبة ربنا لأنها موجودة على طول وكتيرة جدا. وحاجة من الحاجات الحلوة قوي في محبة ربنا إنه حتى لو أنا غلطت هو لسه بيحبني وبيدور عليا. عايزة أحكي لكم شوية حاجات صغيرة خالص عن محبة ربنا، وإزاي إن هي قوية ومختلفة عن كل محبة الناس. ربنا بيحب كل الأولاد والبنات، وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. الرب يسوع مات علشاني وأخد عقاب خطيتي. الرب بيعد ليا، بيحضر ليا مكان في السماء، لأنه عايزني أكون معاه على طول. وبيهتم بأصغر تفاصيل في حياتي، يعني مثلا عادة شعر راسي وكل تفاصيل الصغيرة هو عارفها. بيهتم باحتياجاتي، بالأكل وبالشرب وكل الحاجات ديت. بيحميني تحت جناحه من أي خطر. ربنا بيحبني وبيسامحني لو تهت بعيد، ولو عملت حاجات وحشة بيفضل يحبني وبيدور عليا وبيغفر لي خطيتي. عارفين كمان ان ربنا اداني قيمة كبيرة قوي وان انا مهمة عنده، ولو كنت متضايق هو كمان بيكون زعلان عشان انا متضايق. ربنا بيحبنا قوي قوي، ومفيش حاجة في الدنيا ممكن توقف حب.